نعم تفضل. شيخ إبراهيم. أي حياكم الله. جزاك الله بالخير وشكرا على الكلمات الطيبة. الله يطيب أيامك والله يسعدك. رأيت رؤية قصيرة. ألو. نعم. رأيت رؤية أن رجل منتصف العمر، وأنا وأختي وأخي. أختي عمرها 70 سنة وأخي عمره 68 سنة. أعد لو سمحت، لو تعيد. رأيت رؤية شائب منتصف العمر شكله وسيم، أعطاني جنيه وأعطى أختي جنيه وأعطى أخي جنيه. أختي عمرها 70 وأخي 68 وأنا 66 سنة. نعم. نعم. انتهت الحمد لله. كم لها طال عمرك؟ تقريبا 3 شهور 4 شهور. أنت تعاني من مرض نفسي، اكتئاب أو قلق أو وسواس؟ لا الحمد لله رب العالمين. ما عندك اكتئاب أو حزن؟ أبدا. الحزن كل الناس لا بد من الحزن. لا أنا أقصد شيء محدد، يعني ما أقول عندك شامة تقول كل الناس في خدها شامة أو كذا. لا أنا أقصد حاجة معينة يعني، ولا والله يعني دين. لا أنا ما عندي إلا دين. طبعا أنا ما استنتجت من الحلم من نغمة الصوت عندك. عموما طيب هل تعاني من أزمة مادية؟ أي نعم. أي هذا والله العالم، أنت وأخيك وكذلك الأخت تعانون من وضع يعني من أزمة مادية ومن ديون متراكمة. لا أخي وأختي لا. طيب أنت تطلبهم فلوس، تبغى مساعدة منهم؟ ما طلبت ولا أطلب، ما أحب أطلب أحد، بس أطلب الرحمن الرحيم. اي بس لابد انك تفعل السبب كذلك، يعني ما تطلب. افعل اسباب اني انا اسدد قدر ما استطيع. طيب هل سبق ان اتاك منهم عطيه مبلغ من المال؟ لا. عموما في جهه معينه سوف ياتيك منها مال، في جهه معينه او شخص معين سوف يقدم لك مساعده والله اعلم. مثل مين تتوقع؟ والله لان والله اعلم انه قريب. نعم. طيب والجنيه ايش معنى؟ هي جنيه وانا جنيه وهو جنيه. والله قد يكون يعني هناك قد تأتيك الجنيه يعني يجيك عطية متواضعة جدا بسيطة يعني ما هي المأمول. صلة رحم، لأن الجنيه من الجنين. لا ما أتوقع كذا. أنا اللي أشوف المعنى أنه كذا. وتتوقع قريب؟ لا وطبعا كلامك صحيح، المنامات لها آلاف المعاني، لكن لابد المعبر أنه يحدد المعنى. أنا اللي أشاهد أن هذا